امال محمد. مهتمه بمجال الجلود جدا جدا، اهتميت بيه مؤخرا مش من وقت زمان ولا كان دراستي. النهارده هنعمل كراته، يعني الشكل ده الخارجي بتاعها مستخدمين فيها الحرق بالكاويه. هي تصميم بسيط وموديل بسيط، بتاخد 3 كروت من هنا و3 كروت من هنا، هي 6 كروت. احنا استخدمنا الكفر الخارجي بتاعها من الجلد اللي هو البقري الخفيف اللي بنسميه لباني، انما الكفرات الداخليه ممكن تستخدم من نفس الجلد وممكن تستخدم من جلد الماعز على اساس تدينا طبقات رقيقه. عندنا مثلا الجلد ده برضو جلد ماعز مطبوع جاهز ومصبوغ برضو، دي عشان شنطه صغيره ومش محتاجه ان هي نعمل فيها يعني شغل جامد، فعملناها من الجلد ده واستوعبته عشان حجمها صغير. لكن لو احنا هنعمل شنطه حجمها كبير وشنطه بقى تستوعب بقى حاجاتنا وكل اشيائنا وكل موبايلاتنا وكده، لا ما ينفعش. هنا بقى بنستخدم الجلد البقري اللي ليه عيارات، عيار محمل عشان يقدر يستخدم سماكه الشنطه واتزانها لما نحطها بالمنظر ده تبقى واقفه ما تبقاش مرخيه. فكل نوع جلد بيتوظف لطبيعه شغل معين. محافظ مثلا كبيره زي كده نقدر بقى ان احنا نعلى عن جلد الماعز، ما ينفعش نعمل ماعز، لا ممكن احنا بقى نستخدم اللباني جوه وبره. دي محفظه هتبقى ممكن كانها يعني تتشال لوحدها، يعني مش شرط تكون جوه الشنطه او حاجه، ممكن تستخدم ان هي تتشال. فبنخلي الجلد بتاعها برده محمل على اساس ايه يستوعب كمان كميه الكروت اللي فيها وكميتها، عايزه خامه اعلى شويه. نبتدي بقى نعمل الكراتة بتاعتنا النهارده. هي بتعتمد على الحرق، ان احنا هنعمل المنظر ده. دي استنباط. الحرق مجاله واسع، يعني في ممكن نعمل رسومات كامله بالحرق وبنستخدم كاويه، بس بيبقى ليها سن معين، سن رفيع عشان نقدر ان احنا نطلع الديزاين تمام. لكن ده اسطمبه بسيطه على اساس حاجه بسيطه وسيمبل، مش تابلو او حاجه يعني، فاستخدمنا فيها اسطمبه بتركب على الكاويه وبالحراره. بنبتدي ان احنا قبل ما نعمل الديزاين بتاعنا بناخد مقاساته. نزلنا الباترون وكان المنتج بتاعنا المقاس الكفر الخارجي اللي هو 15 في 10 كجلد اهو، ومقاس الجيوب الثلاثه اللي احنا عملناهم 6 ونص في 10 و5 ونص في 10 و 4 ونص في 10، وعملنا الجيب اللي في النص بالمنظر ده عشان نقلل زي ما قلنا السمك بتاعه. نبتدي بقى اول حاجه نعملها ان احنا ناخد على الكفر الخارجي. احنا هنعمل رسمه، الرسمه دي اهي، دي الرسمه دي. فاحنا الرسمه دي عشان ما تطلعش عشوائيه او تطلع مش مظبوطه، فاحنا بنعمل ايه؟ بنحاول ناخد ابعادها. فاحنا لما نيجي ناخد الابعاد هنرسم في سنتي 2 سنتي 3 سنتي، بنحاول بقدر المستطاع يبقى في تسلسل، ما يبقاش في حاجه داخله وحاجه خارجه، حاجه طالعه حاجه نازله. ف بنسيب نص سنتي. هو في يعني الصح ان احنا نسيب 4 مللي، ولكن ساعات بنلاقي مثلا من الصبغه الجلد بينشف فبيتمدد او بينكمش فبيحصل زوايد، بنقص بنعمل، فال4 مللي دول بيصفوا على 3، فممكن الخياطه ما تكونش ظريفه وهي على الحرف قوي، فبنأمن نفسنا ونقول ايه 5 من 10 يعني نص مللي. فهنسيب نص مللي الخياطه ده اساسي بره التصميم. جوه التصميم هسيب 3 سنتي وارسم البرواز ده عشان خاطر احط جواه الرسمه بتاعتي او الضغطه بتاعتي. بفتح برجل العلام بتاعي ده انا بعلم بيه على الجلد عشان امشي بصوره مستقيمه. الخطوه الثانيه ان انا لو انا هستخدم حرق يبقى لازم احرق قبل ما اصبغ الجلد. لو مش هستخدم حرق بصبغ على طول، لكن حرق لازم احرق الاول وبعد كده استخدم تقنيه الصبغ. قبل ما نستخدم الكاويه يفضل يعني بدل ما نشتغل على طول نجرب على حته جلد كده تكون جنبنا. تمام، اشتغلت معانا تمام، نبتدي نشتغل جوه البرواز اللي احنا رسمناه. كده الشكل. نبتدي بقى ايه مرحله الصبغ.
هنبتدي مرحله الصبغه دلوقتي. بنستخدم هنا صبغه كحوليه، وفي صبغات ده يعني بحر ملوش اخر، يعني في صبغات مائيه وفي صبغات مدابغ وفي صبغات ميكس، في يعني مجال كبير. الصبغات الكحوليه هي ميزتها ان هي فيها الوان جميله، يعني ما بتبقاش متوفره في انواع الصبغات الثانيه، يعني الالوان اللي هي التركواز والاحمرات والفوشيات بنلاقيها في الكحوليه، رغم ان الكحوليه بتطير بسرعه، يعني لازم تستخدم الصبغه وانت حذر وتقفل بسرعه، وفي نفس الوقت بتنشف الجلد شويه، فكل حاجه ليها عيبها وليها مميزاتها. الصبغه مش بانها تكون كتيره جدا جدا، يعني في ناس تفتكر ان انا لما اقعد اغرق الجلد صبغه يبقى هو ده الصح، لا ده مش صح. الصبغه ان انا بشبع الجلد كده بالراحه وفي اتجاه واحد، يا اما طولي يا اما عرضي، عشان خاطر يبقى مع يعني واخد درجات واحده يعني. ممكن اعيد الطبقات بس اسيب لها فرصه تنشف. الخطوه اللي هي بعد كده هي خطوه التخريم وخطوه لزق الجيوب دي، فاحنا هنعمل خطوه التخريم عشان خاطر الجيوب دي تنشف. هناخد العينه اللي احنا عاملينها وناشفه بالفعل عشان نقصر الموضوع ده. بنبدا من اول تقاطع الخطين الطولي مع العرض، وبنحاول نثبت الشوكه بتاعتنا. نفس الخرم اهو، يبقى انا كده ماشيه صح. الخرم الزايد ده يبقى انا كده ماشيه صح، ماشيه عدد اخرامي واحد. ليه بنحرص ان الاخرام كلها كده تبقى واحده؟ عشان لما نيجي نجمع ونخيط ما تبقاش ملوحه. انا لو انا هنا عندي 20 خرم وهنا 21 او 22، ما انا هاجي اقفلها هتطلع عامله كده. فالحاجات الصغيره دي جدا مهمه، لان ممكن اخلص الشغل واقعد فيه ساعات واجي اقفله او اجمعه الاقي العيب بوظ لي الشغل كله. فمهم جدا التركيز، ومهم جدا الحاجات البسيطه ديت اللي هي النظام بمعنى صح. تاني خطوه هنا بعد ما الجيوب دي جفت شويه ان انا ابتدي الزق الثلاث جيوب. بنستخدم هنا الكله الحمراء. ليه استخدمنا الكله الحمراء؟ احنا عندنا في الجلد طبقات وش وظهر. لو انا بستخدم طبقه الظهر في ظهر اعمل الكله البيضاء بتمسك الظهر في ظهر كويس جدا، وفي برضو بيستخدموا الحمراء بس البيضاء بتلزق الظهر في ظهر كويس جدا. لو انا هستخدم وش في وش او ظهر في وش يبقى الافضل الكله الحمراء. خلصنا نبتدي نخرم الجيوب دي. طيب هخرمها عشوائي؟ لا، هو في الغالب مدارس في ناس بتلزق الجيب كده وتلزقه كده وبعد ما تلزق تخرم، بس احنا حيث اننا بنستخدم شوكه مش كل الناس هتقدر تخرم كذا طبقه بشوكه يدوي. فاحنا بنعمل ايه؟ بنخرم الجيب لوحده الجيوب لوحدها، يعني دي طريقه تسهيليه، والوش لوحده، بس مش هنخرم الجيوب عشوائي. يعني هنا عملت كام خرم، مش ده هيتحط على ده، يبقى لازم احرص ان عدد الاخرام اللي هنا تبقى هي عدد الاخرام اللي هنا. كده ده الجيوب التانية. احنا كده عملنا الجيوب يمين ولزقناها، وعملنا الجيوب شمال ولزقناها، وخرمنا الخروم ده لوحده وده لوحده للتسهيل، لكن راعينا العدد. وده الوش. نبتدي بقى مرحلة التجميع اللي هي الخيط.
لما بتكون بقى الجلده تخينه كده، انا بقى ممكن ان انا استخدم المشابك دي، بتحاول تلملي الاطراف وتمسكها شويه. دلوقتي بقى جينا لمرحله اللي قبل الاخيره، هي التجميع بالخياطه. والمرحله الاخيره هي فينش الحرف. الخيط ده هو خيط شمع مخصص للجلد. بناخد عشان خاطر ما نهدرش منه، بنقيس كده 3 مرات، فده بيكفينا الخياطه رايح جاي. فانا اخدت حبه منها عشان الوقت. بنخيط الخياطه السراجه العاديه. خيط الشمع بيتعمل بالولاعه عشان خاطر ما يفكش. كده بقى احنا في مرحله فينش الحرف. بنحط طبقه من التكنول كده بالايد. هو يعني معالج بمواد طبيعيه، يعني ما بيضرش الايد زي الصبغات. لازم نلبس جوانتي، الصبغات طبعا فيها كيميكالز. وعلى طول من قبل ما يجف بندخل بخشبه التقليم، بيعمل زي لزق للطبقات ويقربها لبعض، فيبقى السكنس بتاعها رفيع جدا، وده المطلوب. دي صبغه حرف مخصوصه للحرف، بتبقى معموله لانها تدي طبقه سميكه وفي نفس الوقت لمعه. احنا عازلينها، فاي حاجه لون خارجي جه من صبغه الطرف بمناديل مبلله على طول بتطلع.